السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنقدم وصفة سهلة وبسيطة واكلات شعبية شوية وجميلة. وبنحب نحطها كده في جنب الاكل الاولاد، بتعجبهم جدا يا بنات، وسهلة جدا ان شاء الله. وهنشوف كده ايه المقادير بتاعتنا. الوصفة طبعا المكرونة المحمرة، بس فيها تركه كده هنعملها. هتضيفها جمال وحلاوه. طبعا كلكم عارفين المكرونه المحمره سهله وجميله، وان شاء الله النهارده هنقدمها بطريقه حلوه خالص وبسيطه. معانا المقادير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نص كيلو مكرونه اي نوع انت تحبيه، ويعني حبيتين طماطم كده صغيرين مبشورين، وقرن فلفل رومي صغير مقطع صغير، وملح وفلفل، ومكعب مرقه لو حبيتي، ما حبيتيش خلاص تضيفي. وهنا معانا معلقه صلصه، وهنحط معلقه كاتشب. هو الكاتشب هيديها طعم روعه، ما تخافيش منه. هنجرب مع بعضينا. ومعانا معلقه زبده على النار بنسخنها، وهنحط فيها المكرونه دلوقتي وهنشوف مع بعضينا. هنا معانا يا بنات زبدة على النار، وهنحط المكرونة فيها، هتسخن شوية وهنحط المكرونة بتاعتنا فيها. هنا يا بنات الزبدة معانا سخنت اهو، وهنحط المكرونة بتاعتنا بسم الله. هنقلب فيها لغاية ما تبقى لونها ذهبي. احنا بنقلب يا بنات المكرونة لغاية ما يبقى لونها ذهبي. تمام. ونيجي بعد كده نضيف مكعب الملح لو حبيتي، والفلفل الاسود والملح والفلفل الاخضر. نقلب حبه كده. اهم حاجه تكون الحله بتاعتك واسعه عن المقدار بتاع المكرونه اللي انت بتعمليه، عشان كلها تاخد لون واحد. ومع الطماطم المبشوره حطيناها، وهنا الكاتشب والصلصه. بسم الله ما شاء الله، ريحه يا بنات جميله والله. لو جربتيها كده وضفتي الكاتشب اللي انا قلت لك عليه ده، هيديها طعم في منتهى الروعه وريحه روعه. وهنا بنات قلبنا فيها لغايه ما كل الحاجات دخلت في المكرونه كده. وبعد كده هنسقيها بميه، ممكن شوربه لو عندك. احنا بس حطينا مكعب مرق عشان ما عندناش شوربه النهارده. الميه بتغطي المكرونه، هتبقى روعه بسم الله ما شاء الله، هتاكلوها بألف هنا. ونغطيها، وبعد ما تتشرب هنوطي عليها خالص، هتغلي غلوه وبعد كده نوطي عليها خالص. وهو يا بنات طبق المكرونه اللي احنا عملناه، طعمه هيبقى جميل جدا وهيعجبكم خالص باذن الله. واحنا هنا مجرد ان احنا الشوربه بتاعتنا او الميه بتاعتنا اللي ضفناها اتشربت المكرونه، بنوطي عليها خالص، وبعد كده بتدوقيها بتستوي. طبعا الملح بتاعك بتظبطيه انت بمعرفتك، وبعد كده تطفي عليها بعد ما تستوي كده، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو يا بنات، لايك وشير وسبسكرايب في قناه الاكل على اصوله من مطبخ ام لولو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.